نبدأ شغل تغذية ازاي؟ خدت كورس واتنين وتلاتة، خدت دبلومة وذاكرت، بس مش عارف تنزل السوق ازاي. لا انت لاقي مكان تتدرب فيه، ولا عارف تحضر كشوفات، فمش عارف تعمل ايه، ومش فاهم هو العيب فيك انت ولا العيب في الكورس اللي انت اخدته، ولا المشكلة فين بالظبط. هقولك كل التريكس اللي انتوا محتاجينها علشان تنزلوا جوه السوق وتشتغلوا تغذية كويس قوي. فركزوا معايا في الفيديو ده، هاتوا كوباية قهوة كده ولا صوبيا زيي وتعالوا شوفوا الفيديو ده. الموضوع ببساطة، انتي خدتي كورس دبلومة، ذاكرتي من مصدر ما وعندك المعلومة وعايزة ان انتي تطبقيها. فتطبقيها ازاي؟ المنطقي والطبيعي ان انتي بتطبقي المعلومة دي عن طريق ان انتي بتوظفيها، بتبتدي ان انتي تستخدمي المعلومات دي وتحضري الكشوفات وتبتدي ان انتي تشتغلي اوريدي مع الحالات علشان تشوفي الدنيا اخبارها ايه وتاخدي خبرة وتتعلمي وتعرفي ان انتي تديري بعد كده الكشوفات والمواضيع دي. بس مع الأسف ده مش متاح. معظم العيادات إذا ما كانش كل العيادات بترفض التدريب لدكاترة التغذية، والموضوع ده يعني موضوع مهم قوي، او اكتر حاجة بتخلينا اللي هو ايه، مش عارفين نتصرف ونحبط وخلاص نشوف لنا حاجة تانية. الاول بس عايزه اقولكم ليه معظم العيادات بترفض ان يبقى في دكتور يتدرب معاها او يحضر الكشوفات. التريننج في العياده في الاول للسيشنز بتاعه التخسيس ده بيبقى سهل، يعني احنا كلنا في الاول، معظم دكاتره التغذيه كلنا في الاول عدينا على اجهزه الكافيتيشن والكراي وتعلمنا نركبها ازاي واشتغلنا فيها كام شهر كده لحد ما احنا ايه، تمام. ودي كلنا بنلاقي فيها تدريب عادي، لانه اصلا اي حد بيشتغلها، معظم المراكز بتشغل تكنيشنز. فلما بيجي لها دكتور يقول لها انا عايزه اجرب اشتغل الحاجات دي، فاتفضل خد الاوضه جوه عيش حياتك. طب الكشف نفسه، لا ممنوع تخش الكشف. طيب ليه؟ اولا حالات التغذيه هي مش جايه لك دايت بس، هي اوريدي يعني ايه، كومبو مشاكل مع بعض، ستريسد جدا. فصعب انها تتكلم ويكون في دكتور تاني. يعني هي جايه لك، هي سمعت عنك، شافت لك فيديو، حد رشحك ليها، شافتك بتتكلم، فهي جايه واثقه فيك، او شافت الريزلت بتاعتك مع حاله مثلا، فهي جايه عليك انت، هي مش شايفه حد غيرك انت. فوانس ان انت حاطط لها اي حد تاني تريننج يقعد يسمع الكلام، لا انا مش هتكلم. والحالات بتاعه التغذيه بيبقى مهم فيها جدا الصراحه. يعني انت لازم البيشنت يتكلم باريحيه ويحكي لك فعلا مشاكله بالظبط، علشان تعرف تحط ايدك على المشكله اللي وصلته للويت ده، او وصلته للمشكله دي، او اللي خلته اصلا يقوم يلبس من بيته ويجي لك. فالبيشنت مش هيتكلم بصراحه وهو شايف في حد تاني موجود في الروم، هيبقى مش صريح معاك وممكن ياخد بعضه ويدور على دكتور تاني. فدي اصل المشكله بنسبه كبيره قوي، بسبب رفض معظم الدكاتره ان هم ايه، يدخلوا دكاترة تاني تحضر الكشف. لان الموضوع بيبقى مختلف. يعني انت لو عندك مشكلة عظام، اعصاب، اي مشكلة تانية ورحت للدكتور، هتلاقي في دكتور واتنين وتلاتة والدنيا تمام والمريض ما بيتكلمش. لان بتبقى المشكلة اكبر بكتير من ان احنا نقعد نتكلم واهتم بالجانب النفسي بتاعي. طبعا ده مهم، بس الفرق بيبقى مختلف لو قارنته ما بين التغذية. لا التغذية انا كل الكشف يعني مبني على الحاله النفسيه للبيشنت، والبيشنت لازم يكون مستريح وريلاكسد جدا. زي بالظبط فكره العلاج النفسي، انت بتخش للدكتور ميبقاش في حد تريننج موجود او حد تاني بيحضر الكشف، البيشنت والدكتور وبس. فهو نفس النظام. فعشان كده ما اقدرش اقارنه بالتخصصات التانية، لا هو كده بيبقى ايه، حاجه خاصه عن باقي التخصصات. انت علشان تحضر كشف فانت محتاج تشوف لك بقى ايه، مثلا مستوصف خيري، مستشفى حكومه فيها تغذيه، حاجه من الحاجات دي. لو البيشنت مضطر ان هو هيدخل للدكتور وفي دكتور تاني جوه. بس نادرا بقى لما تلاقي دكتور الظروف عنده تسمح ان انت تدخل تحضر كشف. يعني انا بصراحة قعدت ادور على الاسماء اللي انا بثق فيها جدا وعايزة اتعلم منهم، عايزة احضر معاهم كشوفات، لا ما حدش نفع ان انا ادخل معاه كشف. فانت حتى لو اتيحت ليك الفرصة ان انت تحضر كشف، فلا انت لازم تختار دكتور يكون بيتقي ربنا، دكتور يكون عنده ضمير. لو انت مش هتستفاد منه كمعلومة طبية جديدة، دول لوحدهم اصلا كفاية ويخلوك تحضر معاه كشف واتنين وتلاتة وعشرة، وتمسك في الفرصة دي وتحضر بيه كشوفات، وتحضر معاه كشوفات لمجرد بس ان هو دكتور بيتقي ربنا. واحنا مجال زي ما فيه الحلو فيه الوحش، واي مجال كده، فانت بتختار انت عايز تتعلم من مين. ان في الاول وفي الاخر اهم حاجة لازم يكون عندك ضمير وتكون بتتقي ربنا في كل حالة بتجيلك. كل ده بقى هيودينا للجزء المهم، احنا كده عايزين نتدرب ومش لاقيين مكان نتدرب فيه، عندنا معلومة ومش عارفين نوظفها، هنعمل ايه؟ هقول لكم هنا بقى تجربتي انا الشخصية، انا عملت ايه والنصيحة اللي اتقالت لي وانا طبقتها زي ما هي. اتقال لي ايه؟ اتقال لي يا ندى اشتغلي مع اي حد انت تعرفيه وما تعرفيهوش، جيرانكوا في البيت، اهلك في البيت، اصحابك، اخواتك، اي حد تعرفيه اقعدي اتكلمي معاه.
ما انا عايزه اوظف المعلومات اللي عندي، عايزه اعمل اسسمنت واتعلم اخد الهيستوري ازاي من البيشنت واتكلم معاه وادير اصلا الكشف ازاي، وازاي اقنع البيشنت ان هو يمشي على البلان اللي انا هحطها ويثق فيا ويسمع كلامي. فقعدت اتكلم مع اي حد يعدي في سكتي، الحالات اللي بتعدي عليا في الفيزيوثيرابي وانا شغاله عماله بتكلم معاها، اي حد حواليا بشوفه بقعد اتكلم معاه. وعملت ايه بعد كده؟ قعدت على جروبات التخسيس، كنت كل يوم يمكن اخد 6 7 حالات، والكشف بيقعد معايا بتاع ساعه، انا قاعده 7 8 ساعات قاعده بكشف بتكلم مع الناس، كل ده مجاني فري. لقيت نفسي بعد كده كمان شهرين 3 ده انا كسرت ال 500 حاله. كل دول انا عماله اتكلم معاهم اخد هيستوري واحط بلان ونجرب ونجرب ونجرب. وهو البيشنت بيبقى عارف ان انت دكتور لسه مبتدئ، لانه مفيش حد هيقعد يتابع معاه من غير فلوس ويديله من الوقت ده كله، فهو عارف ان انت لسه صغير لسه بتتعلم. فتمام، يعني الموضوع بيبقى تمام، انت بتديله خدمة بدون مقابل، وفي نفس الوقت هو بيستفيد منك، لان انت بتدور ان انت تنجح، وبتدور ان انت تاخد فيدباك كويس وتاخد ريفيو كويس ويعني واسمك ينتشر ويسمع وحالة تجيب حالة وهكذا. فايتس اوكي، انت قاعد حاجة تطوعية، انت بتستفاد والبيشنت بيستفاد. فانت بقى قاعد اي حالة بتجيلك على النت بتقعد وتتكلم وتعمل الكشف بتاعك وتحط البلان وتجرب وتشوف الريزلت، نجحت تمام، ما الدنيا ما توفقتش قوي، لا ارجع اصحح المعلومة بتاعتي او ارجع اشوف انا غلطان في ايه، طب ارجع لاستاذي اللي انا اتعلمت منه، وهكذا لحد ما الدنيا ايه بتمشي، ولحد ما تاخد ثقة في نفسك ان انت تدير كشف لوحدك، ولحد كمان ما تعرف تتعامل كويس مع البيشنت. ان زي ما احنا قلنا الحالات بتجيلك كومبو، فالبيشنت ده عنده مشاكل مثلا سايكولوجيكال، فانت محتاج ان انت تتعامل معاه، لازم تبقى عارف تتعامل معاه، لازم تبقى عارف تهندله اصلا ازاي، لازم تبقى عارف تحتويه ازاي. البيشنت اللي داخل عليك، في بيشنت اول ما يخش يتكلم كلمتين ويقوم معيط من كتر ما هو من كتر ما هي محموقه، ستات بالذات من كتر ما هي مضغوطه، فتلاقيها يا اما بيتكلم بيترعش او بيتكلم بسرعه قوي او صوته مهزوز او تلاقيه عيط في النص. فانت هتتعرض لمواقف كتير قوي انت مش عارف اصلا تتصرف معاها ازاي. البيشنت اللي بيجيلك بيتعرض لتنمر كبير، او جاي بسبب ستريس، او اللي جوزها ضاغطها لازم تخسيلي مش عارف كذا، او اللي خطيبها سابها، او اللي اتطلقت. الحالات دي بتبقى كلها جايه يعني ايه، يعني قنبله هتنفجر في وشك، بمجرد ما بتبدا تتكلم هي بتنهار، فانت لازم تعرف تحتوي الحاله دي ازاي. فاي حاجه انت بقى عندك ديفكت فيها بتبتدي ان انت تطورها. يعني انت محتاج تدرس مثلا تعديل سلوك، ادرس تعديل سلوك، محتاج تدرس لايف كوتش، ادرس لايف كوتش، محتاج تتعلم ازاي تتعامل مع المريض ده، لان هو في الاخر في الاول وفي الاخر لو هو محتاج سايكوثيرابي فانت بتريفير الحاله، بس الحاله بتتعامل معاك انت برضو في النيوتريشن، فانت لازم تعرف تتعامل معاها ازاي. فاي ديفكت في السكيلز بتاعتك او اي حاجه انت محتاج تشتغل عليها، فبتبتدي ان انت تطور من نفسك فيها عن طريق ان انت بتدرسها وبتطبق اللي انت درسته ده علشان تتاكد ان انت عارف تتعامل كويس. المهم زي ما قلنا انت كده بتبدا مع الحالات فور فري، الحالات اللي بتعدي عليك محتاجه فعلا مساعده بتبتدي ان انت تشتغل معاها، بيبقى فور فري. ومع الوقت واحده واحده بتبتدي تحط الكشوفات بتاعتك او المتابعات بتاعتك باسعار رمزيه، لحد بعد كده لما بتوصل ايه للنورمال ليفل يعني. طيب نيجي لجزئية تانية مهمة، انا دلوقتي ربنا كرمني واشتغلت في عيادة، او بقى عندي مثلا حالات اونلاين بشتغل معاها، حلو. ازاي المريض يبقى واثق فيا وما يبانش عليا ان انا في مثلا بعض الحاجات انا مش عارفها، او ان انا اتسألت سؤال واتهزيت، فازاي اتفادى المواقف دي؟ اول حاجة اللي لازم تبقى عارفها ان اي دكتور مهما كان كبير سنا وعلما بتعدي عليه حالات هو ممكن يبقى اول مرة يشوفها. فاحنا كل يوم طول حياتنا مهما كنا كبار بيعدي علينا حالات جديدة. فانت في الاول وانت لسه بتبدأ بتتعامل مع المريض ازاي؟ انت بتسمع منه، تمام، وابتدي اسمع كويس قوي، تمام. المريض جالك بحاجة انت مش عارفها، اما من طريقة كلامه هتفهم، تمام، يا اما ادي لنفسك سبيس ان انت تبص على الحاجة دي بحيث ان انت ما يبانش قدام المريض ان انت مش فاهم. بمعنى ايه؟ يعني انت مثلا لو عندك حالة اونلاين، خلاص احنا في الحالات الاونلاين بنسمع من البيشنت كويس وبنعمل الكشف بتاعنا وبنبعت بعد كده البلان. طيب والله البلان بتاعتي دي بسبب المشكلة اللي عنده اللي انا مش فاهمها هتتحط بطريقه معينه، فقفل المكالمه على كده. طيب اوكي، في خلال ساعه او ساعتين هبعت لك البلان بتاعه الدايت وهفهمك احنا هنمشي ازاي بالظبط، واقفل معاه المكالمه على كده. فانت كده تفاديت ان انت تتناقش معاه دايركتلي في حاجه انت لسه مش عارفها محتاج تبص عليها، وفي نفس الوقت انت خدت وقتك ان انت تبص على المشكله اللي انت مش عارفها وتعرف تتعامل معاها ازاي، او تسال حد اكبر منك تعمل تليفوناتك وتطمن يعني تظبط كل حاجه، وترجع بعد كده ايه
للبيشنت، دي اول حاجه. طب انت في العاده والزناق، يا اما البيشنت هتفهم من كلامه ايه المشكله، تمام، يا اما ممكن تبص بسرعه على التليفون والبيشنت مثلا بيوزن او بتاخد المقاسات او هكذا، او لو الدنيا قفلت فانت بتمشي البيشنت على امن حاجه، او برضه ممكن تاخد نفس الطريق بتاع الاونلاين، هبعت لك بلان سبيسيفيك لحالتك على الواتساب، سيب لي رقمك وهبعت لك مثلا ايه بالليل. ده كده ايه اول حاجه. طيب لو دخلك بقى البيشنت من الاول كده بديزيز ولا جيناتيك ديس اوردر ولا حاجه اساسا ايه يعني انت ما سمعتش عنها او بعيد عن تخصصك خالص، فانت مش عارف نتعامل ازاي مع الحاله دي، فعادي بكل صراحه هتقعد وتسمع البيشنت وتاخد المعلومات بتاعتك عادي خالص، وهتقوله في الاخر والله انا الحاله دي ما عدتش عليا قبل كده، خليني ابص على الحاله بتاعتك ونشوف احنا ممكن نعمل ايه وهرجع لك. او تنصح البيشنت ان انت تعمل له ريفيرال لاستاذك مثلا او لحد اكبر يكون خبره مع الحالات دي انت بتثق فيه، منه تبقى انت متابع الحاله دي بتاخد منها خبره، ومنه برضو ان الحاله استفادت وراحت لحد يقدر يساعدها ايه اكتر. فالمهم ان اللي عايزه اقوله ده طبيعي جدا، يخش عليك البيشنتس بامراض مختلفه، انت في حاجات ما عدتش عليك في الكليه، ما خدتهاش ما شفتهاش، او بتبقى عدت عليك في الكليه بس عمرك ما شفتها، عمرك ما شفت الوضع بتاع البيشنت بيكون عامل ازاي، فكل ده طبيعي. فانت مش عيب ان انت تقول لا انا هبص على الحاله دي وارجع لك، انت بتاخد المعلومات، انت عندك البيز القوي بتاع المعلومات ان انت درست نيوتريشن، بس الحاله دي سبيسيفيك هتعامل معاها ازاي لا دي محتاج تبص عليها، فده عادي خالص ما يقللش منك حاجه. علشان بقى تقلل فرصه تعرضك للمواقف دي هتعمل ايه؟ اي حاجه بتعدي عليك بتبص عليها، يعني انت قاعد متابع الدكاتره في كل التخصصات، بتتابع اطفال، بتتابع نساء، اعصاب، عظام، جراح، بتتابع كل حاجه، مناعه، امراض دم، كل حاجه. طول ما انت قاعد الدكاتره على السوشيال ميديا اللي بتعمل كونتنت علمي مفيش اكتر منها، خليك قاعد بتتابع وبص واقرا واسمع واعرف الحالات بتتعامل ازاي والحاله بيبقى شكلها عامل ازاي، عشان لما تعدي عليك حاله منهم تكون عارفها، لان ما شاء الله النيوتريشن مهم في كل الامراض، كل المشاكل، كل حاجه النيوتريشن فيها مهمه جدا. فلما بتسمع كتير فانت عرفت الرول بتاع العلاج بتاع الحاله بيبقى بيمشي ازاي، او الحاله محتاجه ايه، وانت المفروض تتصرف معاها ازاي. واصلا في فيديوز او امراض انت هتشوفها على السوشيال ميديا او تسمع عنها فبتقول بتلاقي نفسك بتسأل هو انا طب كنيوتريشن هتعامل مع الحالة دي ازاي، فتروح تعمل سيرش وتعرف الحالة دي انا هتعامل معاها ايه ازاي. فعشان كده اي حاجة تيجي قصادك اقعد اتفرج واسمع وافهم وذاكرها، هو ده شغلك، يعني انت اكتر حاجة بتعملها هي دي. وكمان الناس اللي حواليك، يعني انت عندك جارك في البيت عيان، مامتك عيانة، مش عارف ايه، تابع معاهم الفترة بتاعت العلاج، عندهم ايه، بيمشوا ازاي في العلاج، اللي بيحسوا بايه، السيمتومز مهمه جدا لان في حاجات احنا بندرسها في السيمتومز البيشنت بيبقى بيحس بيها، احنا مش بنبقى مستوعبين هي ايه. يعني لما يجي لك مريض يقول لك سكاكين بتقطع في بطني، يعني ايه سكاكين بتقطع في بطني؟ يعني الاكسبريشن ده احنا او انا كنفسي كنت فاكراه في الاول هو اكسبريشن بيعبر عن الم وخلاص، الم جامد وخلاص، فالمريض بيقول ان هو سكاكين مثلا بتقطع في بطني. بس لا، لما تيجي تتحط في المكان بتاع، يعني لا قدر الله لو اتحطيت في نفس الموقف بتاع البيشنت، لا هي السكاكين بتقطع في بطني، هو ده لفظ حرفي، هو حاسس فعلا بسكاكين بتقطع في بطنه. فاهمين قصدي؟ ففي سيمتومز كتير البيشنت بيحس بيها، تلاقي الاكسبريشن بتاعها غريب، بس هو اكزاكتلي هو ده الاحساس اللي هو حاسه، مش بنبقى مستوعبين الاحاسيس اللي البيشنت بيمر بيها، فمحتاجين نشتغل على الجزئيه دي، ان احنا اي حد يعدي في سكتنا ندي بصه كده ونشوف الدنيا اخبارها ايه. في طريقة تانية كمان تخلينا نحضر كشوفات مع دكاترة كبار او دكاترة احنا بنثق فيهم، الا وهي ايه؟ كلنا في اي عيلة عندنا ماما عايزه تخس، اختي عايزه تخس، جارتي متابعه مع الدكتور الفلاني اللي انا اصلا نفسي اروح اتدرب عنده او احضر معاه كشوفات. طب ما انا ممكن اعمل ايه؟ الدنيا لو سمحت ان انا اروح مع اختي او اروح مع مامتي او اروح مع صاحبتي او جارتي عند الدكتور الفلاني، اخد بعضي واروح. منها انا اخدت حضرت الكشف واخدت الخبره، اتعلمت من الاستاذ اللي انا عايزه اتعلم منه، وفي نفس الوقت شفت كيس عملي قدامي، وفي نفس الوقت برضو الظروف سمحت لي ان انا احضر الكشف، ان الحاله اللي انا رايحه معاها تعرفني او ما عندهاش مشكله ان انا ابقى ايه حاضره معاها ايه الكشف. الفيديو ده طول قوي انا عارفه، بس بحاول اجمع لكم كل المعلومات وكل الاسئله اللي انتوا بتسالوني عليها كده ايه في فيديو واحد. طيب خلي بالكم كمان من ضمن الحاجات اللي انا بقولكم عليها ان انتوا لازم تبقوا واثقين في نفسكم، وما تقلقوش من حته ان احنا لسه صغيرين وازاي هندوس في وسط السوق اللي فيه دكاتره كتير كبار وخبره وطبعا احسن مننا علما بكتير، انه يعني نصيبك ورزقك هيجيلك مكان ما انت قاعد لحد عندك.
زي ما في مرضى بيثقوا في الدكاترة الكبار والأكثر خبرة والأكثر علما، في برضو ناس كتير دماغها وتفكيرها بيخليها تثق أكتر في الدكاترة اللي لسه متخرجين جداد، لأن هما بيبقوا شايفين إن احنا جربنا كتير وعملنا محاولة دايت واتنين وتلاتة وفشلنا، فلا أنا هروح لحد لسه صغير لسه بيذاكر لسه عنده طاقة إن هو يحاول معاه ويدور إن هو يوصل معاه الريزلت. فزي ما في ناس بتدور على الخبرة والسن، في ناس برضو بتدور على ان هي تروح لحد لسه متخرج تجرب معاه وتشتغل معاه. واحده واحده على نفسكم، يعني ما تجوش على نفسكم قوي ان انتوا ترهقوا نفسكم نفسيا، ولا مريحين قوي. لا، انت عمال بتذاكر، انت ماشي في طريقك، ماشي بسرعه كويسه، يعني لا تجري قوي وتدور على انتشار سريع وتقعد تعمل اعلانات كتير وتغرق الدنيا ان انت عايز تشتغل، وفي نفس الوقت قاعد خالص ما بتعملش حاجه. لا، انت خلي التطور بتاعك مبني على المذاكره بتاعتك وعلى المكانه العلميه بتاعتك، وواحده واحده، يعني السمول ستيبس احسن من ان انا اخد ستيب كبيره واجي اعمل غلطه بعد كده واقع. لا، امشي واحده واحده، ويعني اقدر المرحله العمريه اللي انا فيها والمرحله العلميه كمان اللي انا فيها. احنا لسه صغيرين، لسه بنبدا شغل، بس برضو ما اجيش احط نفسي جنب اسم كبير قوي واقول انا عايزه ابقى زيه دلوقتي بكره. ده مش منطقي. يعني هو الراجل قاعد مثلا بقاله 20 30 سنه بيشتغل نيوتريشن، فانا مهما عملت في 3 4 سنين مش هقدر ان انا انط اقارن نفسي بيه. انا حاجه وهو حاجه تانية. فاهمين الفكره؟ خلينا ماشيين بالتدرج الطبيعي بتاعنا، وان شاء الله يعني واحده واحده ربنا هيكرمنا والدنيا هتظبط. لازم الخطوات بتاعتي تبقى محسوبه علشان ما اجيش الاقي نفسي غرقت ووقعت وما ينفعش ان انا ارجع ابدا تاني. فاهمين؟ واخر حاجه عايزه اختم بيها الفيديو، ما تخجلوش ان انتوا تكلموا حد اكبر او تكلموا حد زميلكم يكون خبره في حاله عدت عليكم انتوا مش عارفين تتصرفوا معاها ازاي. يعني انا قبل ما اخد كورس النيوتريشن كنت بقعد اذاكر نيوتريشن مع نفسي، شغاله بقى بقرا كتب وبذاكر لوحدي. ما كانش في حد ان انا ارجع له اتشيك معاه الحاله دي تمام ولا لا، البروجريشن بتاع الحاله دي صح ولا غلط، طب في حاجه اعملها احسن، طب انا غلطت في كذا، لو في حاجه واقفه معايا مش بعرف ارجع لمين. فلما اخدت الكورس على طول دكتور يحيى معايا 1 2 3، او دكتور محمد عبد الصمد، يا دكتور في 1 2 3، طب الحاله دي اتصرف معاها ازاي، طب في حاجه انا قصرت فيها، طب في حاجه ممكن اعملها احسن. على طول لازم اتشيك معاه الحالات واتاكد ان الدنيا معايا ماشيه تمام، ولو في مشكله معايا ارجع لهم. انتوا كمان نفس النظام، الكورس اللي انتوا اخدتوه او الدبلومه اللي انتوا اخدتوها نفس النظام، بيبقى ليها جروب على الواتساب، بتبقوا انتوا الدفعه اللي خدت مع بعض الكورس او خدت مع بعض الدبلومه، بتتناقشوا مع بعض لو في حاجه واقفه معاكم. كل واحد بيبقى متخصص في حالات معينه او مشهور بحالات معينه ان هو شاطر فيها، وفي نفس الوقت الاستاف بتاع الدكاتره اللي شرح لكم الدبلومه او الكورس موجودين معاكم، فتقدروا ان انتوا تسالوهم. حابه بمناسبه الفيديو ده ان انا اشكر دكتور يحيى ودكتور محمد عبد الصمد. هم فعلا لو حصل معايا اي مشكله او اي حاله محتاجه ان انا اخد رايهم فيها، هم بصراحه ما بيتاخروش. يعني ربنا يا رب يجازيهم كل خير عني وعن كل زمايلي اللي هم بيساعدوهم. وجودكم معانا فعلا فارق وفعلا بيزقنا لقدام. بس كده، لو عندكم اي سؤال او اي مشكله لسه ما اتحلتش قولوها لي، وان شاء الله نتكلم عنها الفيديو الجاي ونلاقي لها حل.